نتابع على اللوحة مثال النون الساكنة عند الدال. كلمة من دوني، من دوني. هنا ننبه إلى أمر. لما أنطق النون الساكنة عند الدال لا أقرع بطرف اللسان مخرج الدال، وإنما أجعله قريبا منها جدا، وأنطق الغنة من. اسمعوني جيدا. من. الآن هذا غار الحنك وهذا مخرج الدال، لا ألصق لساني في مخرج الدال، لا ألصقه، ولكن أجعله قريبا جدا. فإذا انتهى صوت الغنة من دو، لما أصل إلى حرف الدال عندئذ أقرع بطرف لساني مخرج الدال، لا أضعه من أول، وإلا سوف أقول من دوني. لو أني ألصقته من أول سوف أقول من دوني، وكأن يعني النون صارت مظهرة. نبه على عدم الإلصاق الإمام ابن البنا الدمياطي، أحد أشياخنا في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام معتبر صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات ال14. نبه في مقدمة كتابه قال: وليحذر القارئ من إلصاق طرف اللسان عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء. أذكر معنى كلامه: فذلك خطأ. ثم قال: وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. هذا كلام ابن البنا الدمياطي رحمه الله في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءة ال14، وهو من شيوخنا في الإسناد الذين من خلاله وخلالهم وصلتنا القراءة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلينتبه إلى هذا. نأتي إلى نتابع في اللوحة عند إخفاء النون الساكنة عند الدال، التنوين الآن. وكأسا دهاقا، أيضا أهيئ فمي على قرب مخرج الدال، فإذا انتهى صوت الغنة أقرع بطرف لساني مخرج الدال هكذا. وكأسا دي، وكأسا دي، لما أقول دي عندئذ أقرع مخرج الدال. الحرف الذي بعده كما نرى على اللوحة حرف الطاء، ما قلناه عن الدال ينطبق على حرف الطاء، فأنا أهيئ فمي قرب مخرج الطاء عند قوله تعالى مثلا: عن طبق، عن طبق، ولا أقرع بطرف لساني مخرج الطاء، يعني لا أقول عن طبق، هذا لا نفعله كما ذكرت، نهى الأئمة عن ذلك. عن قريب، عن طاء، فإذا وصلت إلى الطاء عندئذ أقرع بطرف لساني مخرج الطاء. المثال التنوين كما نرى على اللوحة: كشجرة طيبة، ولاحظوا بأنني أفخم الصوت، كشجرة طيبة. ولهذا التفخيم سر سنعرضه إن شاء الله تعالى في تتمة البحث، لا أظن اليوم، لعله في الحلقة القادمة، لأن البحث طويل قليلا ونريد أن ننتقل إلى التلاوة. الحرف الذي بعده حرف الزاي، كقوله تعالى: المنزلون، المنزي، ننتقل من مخرج الميم إلى الزاي من غير ضغط. المنزي، لما أقول زي هنا أضغط على مخرج الزاي. ننتقل إلى مثال التنوين: نفسا زكية، أيضا من مخرج السين إلى مخرج الزاي، وأنطق الغنة نفسا زا، فإذا وصلت إلى الزاي ضغطت عليها. المثال الحرف الذي بعده حرف الفاء: أنفسكم، هذا أريد أن أنبه عليه هذا الحرف، لأني أسمع أحيانا بعض النطق الخاطئ فيه. يعني بعض إخواننا شو بيعمل؟ بيقول مثلا أنفسكم، يستعمل كل أسنانه على الشفة السفلى، فيقفل بأسنانه كلها، الأسنان العليا، على الشفة السفلى، وكأن الصوت يصير للسامع ميم. سمعانين؟
أنفسكم. هذا لا يصح يا أخي. أنت بهذا العمل استبدلت الشفة العليا بالأسنان العليا وقفلتها على الشفة السفلى، فصار الصوت كالميم وليس إخفاء النون هكذا. إخفاء النون عند الفاء أن تهيئ فمك على مخرج الفاء من غير ضغط. ما تركت حرفا إلا وقلت لكم من غير ضغط. وهناك فجوة بين الأسنان والشفة السفلى يمر منها صويت فموي. فو، فلما أصل إلى الفاء فو أضغط على مخرج الفاء فأنطق الفاء. أما أن أضغط من أول الأمر فأقول أنفسكم، هذا لا يصح وتغيير للحروف عن مواضعها، فلينتبه إلى هذا الأمر. إذا نعيد النطق الصحيح: أنفسكم، أنفو، من مخرج الهمزة إلى مخرج الفاء من غير ضغط، أنفو. فإذا انتهى صوت الغنة الممطوطة الكاملة فو أضغط على المخرج فيخرج حرف الفاء. عملية سهولة، أسهل من الإظهار وليس قلبا ولا إدغاما، هو كما ذكرنا وشرحنا إخفاء. نرى على اللوحة مثال التنوين: تبعا فهل، تبعا فهل، نفس العمل الذي عملناه في أنفسكم من غير ضغط.